سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في ماي قناة نهى سيلز. كلكم كتعرفوا شحال الوقت مهم في حياتنا، ولكن بزاف الناس كيلقاو راسهم كيضيعوا وقتهم في حوايج ماشي ضروريين، وفي الاخير كيحسوا بالندم حتى لاخر النهار. بزاف ديال الناس مكرهوش يلقاو طريقة باش يستغلوا وقتهم ويقدروا يكملوا بزاف د الحاجات قبل ما يفوت الاوان، وبزاف ديال الناس باغيين يكتسبوا عادات زوينة ويلتزموا بيها. هاد الموضوع مهم بزاف، عليها اختاريت باش نهضر عليه اليوم، باش هكذا نقدروا نعرفوا كيفاش نقدر ندير في النهار ديالي بزاف د الحاجات وما يخرجش النهار خاوي، كيفاش نوصل للاهداف ديالي ويشيط ليا الوقت باش نعيش مرتاحه ونكون ناجحه في حياتي، وكيفاش نتعلم مهارات جديده، لغات جداد، ونكتسب عادات زوينه. قبل ما نبداو في تنظيم الوقت، اول حاجه خاصنا نعرفوا شنو هما الحوايج المهمين في حياتنا. حاولوا تسولوا راسكم شنو هو الهدف اللي بغيتوا توصلوا ليه، شنو هما الحوايج اللي ضروري تركزوا عليهم واللي غيديروا لكم فرق كبير في حياتكم. هاد الخطوة مهمة وغتعاونكم باش تعرفوا على شنو تركزوا وشنو اللي خاصو يكون في الأولويات ديالكم. بالنسبة ليا كنشوف بلي أحسن حاجة نبدا ليكم بها هي واحد الحاجة اللي جمع بين تنظيم الوقت وفي نفس الوقت هي عادة اللي زوينة، وهي صلاة الفجر. كلكم كتعرفوا بلي أفضل وقت باش نبداو فيه نهارنا هو مع صلاة الفجر، وبمجرد ما تصلي الفجر كتحسي بأنك حققتي حاجة اللي مهمة في بداية اليوم. هاد الإحساس غادي يعطيك دافع وثقة في النفس باش تكملي المهام ديالك كاملة وانتي مرتاحة. صلاة الفجر ماشي غير صلاة عادية، ولكن واحد الحاجة قيمة اللي كتعاون في التخفيف من التوتر والضغط، بحيث كتبداي نهارك بالتركيز والتواصل مع الله، وهي بداية قوية ونهار جديد كيبدا بالبركة. كاينين بزاف ديال الدراسات اللي كتأكد أن الفياق في هذا الوقت كيعطي للجسم طاقة إيجابية وكيرفع من مستوى التركيز. صلاة الفجر كتجعلنا نحسو بالهدوء والسكينة، وهادشي كيعاون باش نحسو بالراحة النفسية في النهار كامل. كما كيقولون الزمان الفجر هو وقت السكينة والهدوء، وكيكون فيه العقل صافي ومستعد باش يستقبل المعلومات. هاد الفترة هي مثالية للمراجعة والتخطيط لنهارنا. كاينه واحد الحاجة مهمة بزاف واللي كنكتسبوها حتى هي من المواظبة على صلاة الفجر، اللي هي الانضباط. صلاة الفجر كتطلب منا باش نفيقو بكري، وهنا كتبدا عندنا عادة الانضباط. الناس اللي كيلتزموا بصلاة الفجر كيتعلموا الالتزام والانضباط، وهما جوج ديال العناصر اللي مهمة لأي واحد بغى ينظم وقته ويحقق أهدافه. إضافة إلى أن هذا الوقت هو فترة ذهبية، حيث كيكون العقل نشيط والمحيط هادئ، وهنا يمكن ليك تستغلي هذا الهدوء في المراجعة وإنجاز المهام اللي مهمة قبل ما يبدا النهار. من بعد ما تفيقوا وتصليوا صلاتكم، غادي تحاولوا تقراو شوية ديال القرآن، واخا غير 2 صفحات في كل صباح، باش هكذا ما تهجروش قراءة القرآن. غتبقاو تقولوا غدا بعد غدا، من الأحسن تبداو دابا، راه ما غتيقوش أهمية قراءة القرآن في تيسير الأمور وفي قضاء بزاف ديال الحاجات في الدنيا قبل الآخرة. من بعد هاد الخطوة غادي تدوزو للخدمة، غتحاولوا تركزوا على الأشياء الصعيبة. مثلا إلا كنتي طالبة أو تلميذة، غادي تحاولي تركزي على المواد الصعيبة، خدميهم داك الصباح. واخا تكوني قارية، راه غير الوقت بين الفجر وبين الوقت اللي غادي تمشي فيه المدرسة أو الجامعة راه وقت اللي كافي. وعلاش قلت لكم خدموا مواد اللي صعيبة؟ حيت هذاك الوقت هو أكتر وقت اللي عقلكم غادي يستوعب فيه واللي غيتقبل فيه المعلومة بشكل سريع. أما إلا كنتي ما كتقرايش وباغا غير تعلمي شي حاجة جديدة، مثلا لغة جديدة أو مهارة بحال البرمجة وتصميم المواقع وبزاف د الحاجات، فحتى انتي كنبغي نقولك بلي أنسب وقت ليك هو الصباح بكري. راه التعلم ديال شي حاجة ماشي بالأمر السهل، هادشي كيخصو الصبر والاستمرارية. ماشي ضروري تخصصي ساعات طويلة كل نهار، المهم هو الالتزام اليومي، وخا غير ساعة في النهار أو نص ساعة. ما تزيروش على راسكم في الأول، من بعد مع المداومة غيولي هادشي عندكم روتيني وغتولفوا.
وغندوزو دابا للأهداف اليومية. هاد القضية هادي غادي ننصحكم أنكم ديروها في الليل وتخططوا لشنو غادي ديروا غدا. ملي كتكون فايق في الصباح بكري وعندك مخطط بين يدك وشنو غادي دير، يعني أهدافك واضحة ومكتوبة، هادشي كيسهل عليك أولا ما تنساي حتى شي حاجة، ثانيا تموتيفاي باش تسالي الأعمال اللي عندك كلها. غتاخدي سواء دفتر أو لا أبليكاسيون في تليفونك، وأنا كننصح بالتليفون كتر حيت هو اللي كيبقى ديما حدانا، وتكتبوا مثلا نفيق غدا مع 6 ولا 6:30 أو لا 5، المهم على حسب وقت أذان الفجر. غتكتبوا نقرأ القرآن، نخدم المادة مثلا المات أو لا أي مادة أخرى، المهم نسمي المادة، أو نخدم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو نتعلم مهارة كذا وكذا. المهم غير حاولوا ما تكتروش من الأهداف، حيث كل ما كانوا الأمور بسيطة وواضحة غيكون سهل عليكم تلتزموا بها. وبالنسبة للحاجات اللي هي بسيطة غتكتبوها حتى هي، ولكن المراجعة ديالها غتكون من مورا الغدا مثلا. حاولوا ما ديروش الوقت فاش تكونوا كتكتبوا الأهداف ديالكم، باش ما تقيدوش راسكم بعامل الوقت، وغادي تحاولوا باش هادوك 5 ديال الأهداف اللي كتبتو أو 10 ديال الأهداف تقاتلوا باش تكملوهم في داك النهار. عرفتوا بعدا شحال زوين داك الإحساس ديال تكمل شي هدف وتاخد تليفونك باش تكوشي عليه، راه كتحسي براسك أنك ملتزمة، وهاد الطريقة بصح راه كتعطي نتائج زوينة. حاجة أخرى مهمة، تخصيص أوقات راحة منتظمة. ما تنسوش أكيد تعطيو لراسكم وقت ترتاحوا فيه، مثلا بعد ساعة أو ساعتين ديال الخدمة خدي راحة قصيرة 10 دقائق أو 4 ساعة، شربي الماء، ارتاحي. بالنسبة للماء من الأحسن أنكم تحطوا حداكم شي قرعة ديال الماء ملي تكونوا كتقراو، وهذا الشيء غيعاونكم باش تشربوا الماء بزاف. تقدري تخرجي لشي بلاصة فيها الهواء تاخدي نفس، هاد الفواصل الصغيرة كتعاون بزاف في الحفاظ على الإنتاجية. واخر حاجه خاصك تحاولي انك تنظمي وقتك بمرونه. كيفاش؟ تقدري تكوني منظمه وقتك وكل شيء مزيان، ويوقع شي حاجه طارئه وغير متوقعه اللي تخليك ما تلتزميش بداك التنظيم اللي درتي. دونك ضروري تقدري تكيفي مع جميع الظروف، وهذا الشيء كله في سبيل تحقيق الاهداف الاساسيه ديالك في النهار. وفي نهاية الفيديو كنبغي نقولك بلي تنظيم الوقت واكتساب العادات هو طريق طويل وكيحتاج صبر وتدرج. ما تتسرعيش وبداي بخطوات صغيرة حتى تبني عادات اللي غادي تخدمك على المدى البعيد. ألوغ واخا يكون نهارك عامر، ديما بداي بصلاة الفجر واستغلي هادوك اللحظات باش تركزي وتضبطي نهارك كامل. وهادشي اللي كاين في لا فيديو ديال اليوم. إلا وصلتي حتى لاخر الفيديو كنبغي نقولك شكرا على وقتك واستماعك. إلا عجبك الفيديو ما تنسايش تبارطاجيه مع صحاباتك، ما تنساوش تخليو لي في لي كومونتير على شنو بغيتو نهضروا المره الجايه. نتلاقاو في الفيديو الجاي، بسلامه.